اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتور احمد المصري، استشاري جراحه المناظير والسمنه. النهارده ضيفتي منى ما شاء الله من النماذج الجميله. هي وصلت للوزن المثالي، احنا ما شاء الله لسه قبل سنه وصلت للوزن المثالي بتاعها، بس الاكسبيرينس بتاعتها مختلفه شويه، فممكن بقى انت تحكي للناس. انا عرفت دكتور احمد اولا عن طريق السوشيال ميديا، واللي شجعني ان ليا اصحابي اوريدي عملوا العمليه معاه. بس كنت متردده بقالي سنتين، كنت ساعتها لسه 90 كيلو وكنت في اواخر يعني 36 37 سنه. كنت متردده ان انا خايفه يحصل اي اي تسريب مضاعفات. بقى بالظبط. فلحد ما في خلال السنتين دول بقيت من 90 ل 100 101. جالي ديسك في ظهري، بقيت مريضه قلب، فحصل لي خساره في صحتي اكتر. فمش حابه ان حد يتاخر في قرار العمليه، او بغض النظر ايه القرار هياخده، بس ان هو يلحق صحته. هو الموضوع غير انه شيب وشكله وشكلنا بنصغر ومحدش مصدق ان انا داخله على 40، ما فدي شاء حاجه الله ما شاء بسيطه. الله، فعلا مش باين عليك، ما شاء الله فالحمد الله اكبر. لله. فلا يعني قرار خدوه بسرعه، استخيروا ربنا اكيد احنا يعني. نزلنا بس 30 صح؟ 30 كيلو في 9 شهور. دولت فعلا ظبطوا معاكي موضوع القلب وظبطوا انا وقفت الدواء. الحمد لله. هي نصيحه حلوه ان الناس ما تاخرش في قرار العمليه، هي ده فعلا التيك هوم مسج بتاعتك، هي حلوه قوي. الناس اللي فعلا محتاجه العمليه ما ياخروش القرار. لو حاولت دايت مره واثنين وثلاثه ومش قادر فعلا انك تكمل ده، العمليه فعلا ممكن تساعدك. حلو، يا رب كل الناس زيك ومبسوطين دايما يا رب. ميرسي. ميرسي يا جماعه.